بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في أكلة وصفة سهلة. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. أكلتنا النهاردة مفيش أسهل منها. هنعمل مع بعض الرز المعمر بطريقة سهلة وبسيطة. كمان هقولك إزاي يطلع معاكي مفلفل ومستوي ومش مكتوم. كمان هنسويه في فرن البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، مفلفل خالص، مش ملزق في بعضه، مش عامل كتل. شكله في منتهى الجمال والحلاوة، وطعمه وريحته تحفة جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. معايا هنا 2 طاجن هسوي فيهم الرز المعمر، وممكن نعمله في صواني برضو مفيش مشكلة. معايا كيلو من اللبن، ويفضل اللبن ده يبقى اللبن السايب البلدي بتاعنا اللي هو بخيره ده، علشان بيبقى دسم وكمان بيبقى فيه قشطة، احسن من اللبن اللي هو المبستر. بعد كده معايا بقى جبت الفرشة وهدهن الطواجن زي ما انتوا شايفين كده بالسمنة. لو عندك زبدة بتبقى برضو حلوة في منتهى الجمال، تقدري تستعمليها، بيبقى طعمها في الطاجن احلى بكتير من السمنة السايحة. بعد كده معايا كيس واحد من الرز اللي هو كيلو. بعد كده هاخده اغسله كويس قوي وهصفيه، وبعد كده هقسمه بقى نصين، هحط كل نص كيلو في طاجن. انا الطواجن عندي مش كبيرة قوي، علشان كده انا قسمت كيلو الرز لنصين. اهم حاجة اي كمية رز هتستعمليها تبقى مالية معاكي نص الطاجن او نص الصينية، ما ينفعش تبقى اعلى من كده، عشان يبقى فيه مساحة كافية للبن. كمان الرز هيرفع معانا ويطلع مستوي كويس ومفلفل، ما احناش عايزينه يبقى مكتوم وتقيل قوي كده على بعضه، يطلع الرز ني. بعد كده هاجي بقى على كل طاجن وهحط فيه حوالي 3 معالق كبار من السمنة. السمنة دي مش سايحة قوي، هي بدرجة حرارة المطبخ. هنحط بقى في الطاجن التاني برضو 3 معالق كبار، وعلشان يطلع مفلفل معانا لازم برضو نحط شوية من الزيت. هنحط شوية صغيرة، يعني حوالي معلقتين في كل طاجن، برضو مش كتير. بعد كده هنقلبهم مع بعض كويس قوي لحد ما نغلف الرز كله بالسمنة. دي خطوة مهمة، لازم نغلف الرز كويس قوي بالسمنة علشان يطلع مفلفل معانا وما يطلعش ملزق في بعض. زي ما انتوا شايفين كده، نقعد نقلب فيه كويس قوي لحد ما السمنة تدوب كلها مع الرز. بعد كده هجيب اللبن وهحط فيه معلقة كبيرة من الملح، مش معلقة كبيرة كبيرة يعني ان احنا نملاها على اخرها علشان ما يبقاش حادق. الرز المعمر بالذات لما نعمله نخلي الملح بتاعه متوسط او خفيف. كل ما الملح بتاعه يبقى خفيف كل ما طعمه يبان ويبقى احلى. بعد كده هنقلب بقى معلقة الملح كويس قوي في اللبن، ما نحطهاش مع الرز، يعني يا ريت ما نحطش الملح مع الرز، علشان ساعات ما بيدوبش كويس ونيجي ناكله ونلاقي فيه حتت ملح حادقة. فالأضمن ان احنا ندوب معلقة الملح في اللبن كويس قوي الاول. بعد كده هقسم كيلو اللبن على نصين، كل طاجن هحط فيه نص. بعد كده بقى هنكمل بمية، ولازم الخطوة دي لازم نحط مية مع اللبن علشان خاطر الرز يطلع معانا مفلفل. لو سوينا الرز المعمر بلبن بس هيطلع مكتوم ومش هيطلع مفلفل خالص، هيطلع مكتوم وهيبقى كتل وملزق في بعض. احنا بنحط لبن صافي لما نكون هنعمل الرز المعمر مسكر وهنحط له سكر، ده بنعمله بلبن صافي من غير ما نزوده مية. لكن الرز المعمر الحادق لازم بنحط مية علشان يطلع معانا مفلفل زي الرز العادي كده بالظبط. فانا زودت اللبن كمان شوية مية، كملت القعد بتاعه عادي خالص، بس للأسف المقطع ما تصورش. وعلشان الطاجن بتاعنا يطلع له وش حلو كده هنحط عليه علبة من القشطة. دي قشطة بلدي، لما بغلي اللبن بشيل من على وشه القشطة وبحطه في العلبة دي. ممكن تحتفظي بيها في الفريزر، بتفضل معاكي وقت طويل جدا، وقت ما بتحبي تطلعيها تستخدميها في اي اكل بتطلعيها. وممكن تشتري القشطة الجاهزة لو مش موجودة عندك القشطة البلدي. انا هنا هفضي في كل طاجن علبة من القشطة. هنقلبها بقى كويس. انا علب القشطة دي كانت عندي في الفريزر، سبتهم لما فكوا كويس خالص، بعد كده ضفتهم على الرز زي ما انتوا شايفين كده. هي العلبة فيها حوالي 3 معالق كبار، مش عايزين اكتر من كده. دي حسيت ان العلبة بتاعتها كانت ناقصة شوية، هنحط لها بقى شوية من دي كمان. هقلبهم بقى مع بعض كويس قوي لحد ما القشطة تدوب مع الرز، وبنحط له القعد العادي خالص بتاع الرز كأننا بنسوي رز عادي. بعد كده هنبقى مولعين الفرن على اعلى درجة حرارة. كمان هنولع الشواية من فوق،
ودي بقى اهم خطوة لازم نعملها علشان الطاجن بتاعنا او الصينية بتاعتنا يبقى لها وش. نشغل الشواية من فوق اول ما نحط الطاجن على طول، ونبقى معلينها على الاخر علشان اللبن ياخد وش بسرعة قبل ما الرز يتشربه. بعد كده اول ما اللبن ياخد وش نقوم طافيين الشواية على طول وسايبين بقى الرز يستوي براحته خالص. وما تقلقيش الرز هيستوي معاكي من غير ما ياخد وش تاني اضافي، هو بس الوش اللي هياخده من الشواية هو ده اللي هيقعد معاكي. لكن بقى لو حبيتي تسويه عادي من غير ما تحمري وشه الاول، هتلاقي الرز اتشرب اللبن كله. بعد كده الرز بس هو اللي احمر من على الوش وما عملش معاكي وش خالص، هتلاقي عبارة عن حبيبات الرز كده ناشفة ومتحمرة، مش هيديكي بقى الوش اللي هو التقيل اللي بيخلي شكل الرز المعمر حلو كده. زي ما انتوا شايفين ده شكل بقى الرز المعمر طالع تحفة جدا. مش عايزة لكم بقى واخد لون حلو قوي. اول ما خد اللون الحلو ده رحت طافية عليه الشواية وسبته بقى يستوي براحته خالص. زي ما انتوا شايفين واخد وش تحفة، والرز طالع مفلفل وحلو قوي، مفيش حباية لازقة في التانية. زي ما انتوا شايفين عامل وش جميل جدا معانا اهو، وطعمه بجد وريحته خطير. طيب لو ما عندكيش لبن بلدي وهتعمليه باللبن الجاهز المبسط، هتعمليه عادي خالص، بس هتلاقي وشه الرز اتحمر معاكي ورزاية متحمرة وناشفة. هتجيبي غطا حلة وبعد ما يستوي وهتقومي مغطياه او لفاه بورق فويل وسايباه في الفرن وهو مطفي على الحرارة اللي فيه. هتلاقي الرز اللي على الوش بقى طري وحلو قوي. ممكن برضو تستعملي البخاخة تحطي فيها شوية من الشوربة او شوية من اللبن وتديله رشة من على الوش، هيبقى طري برضو وحلو قوي. وبكده ابقى خلصت. اتمنى اكون عرفت افيدكم بحاجة، اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا.